لما تزعل قوي قوي اسكت. ناس كتير ندمت على كلام اتقال وقت زعل. صدقني عمرك ما هتندم على انك سكت وقت الزعل، وده هتحس بيه لما الامور تاخد مجراها، سواء بتصالح الاطراف او بانسحاب الاطراف. هتحس ان انت الفائز الاكبر في صمتك، قوتك مش العكس. مين مننا لما بيتأذى ما بيقدرش يرد او ما بيعرفش يرد؟ لا، لما بيساء الينا بنرد ايا كان الرد بياخد شكل ايه. ولكن للأسف في أسلوب تربوي كده بسميه أسلوب رخيص، للأسف في آباء وأمهات لسه بيربوا ولادهم عليه. فكرة إن اللي يضربك قلم ردهوله 10، واللي يرشك بالمية رشه بالنار. إيه ده؟ أنا بحس إن الناس اللي بتفكر بالطريقة دي أو بيربوا ولادهم بالطريقة دي ناس عندها illness على فكرة. ناس عندهم مشاكل نفسية أيا كان نوعها بقى. You are not peaceful. الإنسان البيسفل من جواه مهما اتأذى، أنا هقولك مش هتزعل، لا هتزعل، هتشيل، هتحس بالقهر شوية، بس دايما تذكر وعيش باليقين ده، والله اللي بقوله ما كلام إنشا. فكرة مان تو مان وبيرسون تو بيرسون، واللي فلان عمل فيا أرد الإساءة وأعمل وأسوي فيه، فكرة رخيصة قوي مش العكس. دي مش قوة، ده منتهى الضعف الإنساني ومنتهى الضعف في التفكير. تمالك النفس عند الغضب، قوة الثبات الانفعالي، فين كل ده؟ ده رأس القوة ورأس الحكمة. أنا مصممة على إن اللي بيرد 1 to 1 ده شخص ضعيف مش شخص قوي.